كشف وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب عن القائمة النهائية المستدعاة لمباراة تنزانيا في 21 نوفمبر تشرين الثاني لحساب الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس إفريقيا التي تحتضنها ساحل العاج في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و11 فبراير القادمين. وقال المدرب الركراكي في المؤتمر الصحفي الأربعاء في مركز محمد السادس لكرة القدم إن القائمة النهائية شهدت وافدا جديدا هو سفيان ديوب لاعب نيس الفرنسي الذي فضل ارتداء قميص منتخب المغرب بدلا من اللعب لبلدان أخرى، واعتبره إضافة نوعية للمجموعة في الوقت الحالي بعد تأهيله من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ليلعب لمنتخب أسود الأطلس. ويعتبر سفيان ديوب الوافد الجديد على كتيبة منتخب المغرب أحد أفضل المواهب الصاعدة في أوروبا التي خطفت الأنظار إليها برفقة نيس الفرنسي في الموسم الحالي وقبل ذلك في صفوف موناكو. ولعب سفيان ديوب لمختلف الفئات السنية لمنتخب فرنسا، ويمتلك مؤهلات عالية إذ يمكنه اللعب في وسط الملعب وفي الجهتين اليمنى واليسرى، كما يتمتع بسرعة خارقة. ويملك ديوب صاحب 21 عاما 3 جنسيات هي الفرنسية والسنغالية والمغربية، إذ ينحدر من أب سنغالي وأم مغربية، وتقدر قيمته السوقية حاليا ب20 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي. ورغم أن اللاعب ديوب ارتدى قميص منتخب فرنسا خلال السنوات الماضية تحت 19 و21 سنة، كما سعى الاتحاد السنغالي إلى ضمه لمنتخب التيرانغا بتوصية من المدرب اليوسيسي، فإن هذا اللاعب الشاب قرر في نهاية المطاف اللعب لمنتخب المغرب استجابة لنداء قلبه من جهة وتلبية لطلب والدته المغربية التي أقنعت نجلها باللعب للمغرب في المرحلة القادمة، كما فعلت عدد من الأمهات التي غيرن وجهات أبنائهن في آخر لحظة. من جهته عبر سفيان ديوب عن اعتزازه باستدعائه من طرف المدرب وليد الركراكي للمشاركة في المعسكر التدريبي القادم استعدادا لمواجهة منتخب تنزانيا في 21 نوفمبر لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026. وعلق موهبة نيس الفرنسي على اختياره اللعب للمغرب في منشور عبر حسابه الرسمي في موقع إنستغرام: أنا فخور بالتحاقي بمنتخب أسود الأطلس، إنه قرار يعكس انتمائي للمغرب وارتباطي العميق ببلدي. ويبلغ سفيان ديوب من العمر 23 سنة، ازداد بفرنسا من أم مغربية وأب سنغالي. سبق له تمثيل المنتخب الفرنسي لأقل من 21 سنة، يبلغ من الطول 1.75 متر. ولد بمدينة تور الفرنسية، وقبل لحاقه بصفوف ناديه نيس الفرنسي الذي يرتبط معه بعقد لغاية 2027. فقد بدأ اللاعب مسيرته في صفوف رين الفرنسي لأقل من 19 سنة قبل أن يرحل صوب موناكو ثم سوشو، ليقرر في نهاية المطاف اللحاق بصفوف نيس الفرنسي. وتعهد اللاعب سفيان ديوب بتوظيف كل إمكانياته الفنية والبدنية من أجل تشريف منتخب بلاده المغرب. والجدير بالذكر أن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب حدد موعدا 13 نوفمبر لدخول اللاعبين في معسكر تدريبي مغلق بمركز محمد السادس في الرباط استعدادا لانطلاق للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.